ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الفراخ. وجمال كفتة الفراخ بسيطة وسهلة ومش مكلفة خالص. بصدرين فراخ تقدري ان انت تعملي كمية كويسة جدا، وتقدري ان انت تغيري في الكفتة. بدل كفتة اللحمة تقدري ان انت تغيري وتعملي كفتة فراخ. انا هنا فرمت الكفتة وحطيت عليها البهارات بتاعتها، وحطيت بشرت بصلايه كويس جدا. صفيت الميه، ما اخدتش الميه طبعا، اخدت القشر بتاعها علشان ما تبقاش طريه. وهبدا ان انا احط البهارات معاكم. هي متماسكه، مش ميه شويه، لان انا حطيتها في التلاجة شويه. اول ما فرمتها ما جبتهاش على طول ان انا استخدمها. ده كيس بهارات بتاعه الكفته بتاعه الفراخ. طعمه بيختلف تماما عن البهارات العاديه. الاكياس دي بتبقى حلوه قوي. فانا حطيت كده يعني زي ما بثابت معلقه صغيره، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت شويه ملح، وهبدأ بقى اخلطهم كويس مع بعض. اهم حاجه انك تخلي الحاجات دي كلها تندمج مع بعضها كويس جدا علشان تاخد نفس الطعم كلها. اللي عامه الفراخ، كفتة الفراخ ما بتحتاجش ملح كتير. يعني حاولي على قد ما تقدري ما تكتريش الملح. لو احتاجتي ملح ابقى رش عليها، هي مش بتحتاج ملح كتير. انا هنا جبت اطباق علشان افضي فيها الفيجيتار والبقسماط والحاجات دي، علشان هنعملها بفيجيتار وبقسماط. انا هنا كنت حاطه فيجيتار، بس اهم حاجه تجيبيه اللي هو الكريسبي الخشن شويه. لما بتعملي خلطه وتحط عليها حاجات خشنه بتبقى افضل من الناعمه بكتير. وهنا كنت حطيت مثلا نص كوبايه سوري بقسماط مع الفيجيتار، بيخلي طعمها تحفه، وبتبقى القرمشه بتاعتها اكتر بكتير. وكمان حطيت في الطبق التاني شوية دقيق. وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. كنت بوريكم ان الفيجيتار خشن مش ناعم. انا كنت فكرت ان انا بصور وانا بعمل البيض، بس الكاميرا كانت وقفت شوية. انا حطيت بيضة وعليها شوية مية وشوية فلفل اسمر وشوية ملح، ودوبتهم كويس جدا مع بعض. ما بتحبيش البيض مفيش اي مشكلة، تقدري تحطي الكفتة على الفيجيتار على طول وتقليها بكل بساطة. انا هصبعها. عارفين انا بحب اصبعها قوي بالمعلقه اكتر من العصيان اللي هي بتاعه الشيش طاووق دي، لان المعلقه بتبقى على اكبر شويه فبتسيب فراغات فيها، بتبقى هشه وجميله اكتر بكتير. اول ما بنزلها في البيض بتبقى طريت شويه، بس بعد ما بتحطيها في الدقيق والبقسماط والفيجيتار بتمسك وبتبقى حلوه جدا. حاولت اوريكم بس الاضاءه ما كانتش كويسه. اعملي بقى الشكل اللي انت عايزاه، اعمليها بقى زي البرجر، اعمليها مستطيلة شوية اللي انت ولا اطفالك بيحبوه. تقدري ان انت تعمليه زي ما انت عايزة خالص. اهم حاجة لما تيجي تحطيها على النار تحاولي ان انت تخلي الزيت سخن قوي، ما تحطهاش على زيت عادي او وسط، علشان ما تسيبش، وتحاولي ان هي تفك كده. لما بتيجي تحطيها على زيت عالي بتمسك وبتبقى حلوة قوي. وبعد كده لو عايزة تهدي النار مفيش اي مشكلة. هنا كنت بوريك لو انت مش حابه تحطيها في البيض مفيش مشكله، الفيجيتار هيمسك عليها ويبقى حلو جدا. ولا عايزه مثلا دقيق ولا كده وعندك فيجيتار بس او بقسماط بس تقدري تحطيها. ولو ما عندكيش خالص تقدري ان انت تقليها في الزيت. وكده انا كنت قليتها وخرجت وبقيت بالشكل الروعه ده. تبارك الله، حلوه جدا ومستويه قوي وطعمها تحفه.